السلام عليكم. يا رب تكونوا النهاردة أحسن وأحسن. تعالوا شوفوا أحلى وصفة للمحاوجة دي. اسمها محاوجة أو قرصة صفرة، بتتعمل دايما في بلد بورسعيد، عندنا هنا بورسعيد. بس بجد لذيذة وسهلة وبسيطة وفي نفس الوقت مغذية جدا. العنوان الرسمي للشتاء. هتاكليها من هنا كلها طاقة جميلة جدا جدا بمقادير بسيطة، مش هيبقى فيها افتكاسات وحوارات كتيرة، بمنتهى البساطة. وهسهلك المقادير جدا زي ما انت متعودة مني. السهل والبسيط والوفير عندي بأمر الله، منوفر مع مطبخ حبيب. ما تنسينيش في لايك وتعليق، وقولي لكل أصحابك عشان أنا بتبسط جدا من تعليقاتكم. ويلا بينا نشوف المقادير السهلة البسيطة جدا اللي مفيش منها. نصلي كده على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. معانا نص كيلو من الدقيق، تمام. طبعا لازم ننخله. حلو الكلام، ماشي. ممكن تجربي في نص الكمية اللي انا هعملها دي كلها من اول ما اشتغل اهو، ماشي. معانا نص كيلو من الدقيق ونص كوباية سكر مطحون. لو انت سكرك ناعم مفيش مشكلة. بصي زي ما انت شايفة، النص كوباية دي هشتغل بها كله، والمقدار هيطلع معاكي مظبوط 100%. هتطلع معاكي زي البسكويت بالظبط. وهقولك ازاي، عايزاها كتيرة او قليلة. جبنة كمان نفس نص كوباية ده حطيناه سمسم على حبة بركة. وهنا حطينا تحويجة قرصة صفرة. لما تروحي للعطار قولي عايزة تحويجة قرصة صفرة. كده طلع معانا 3 معالق بالظبط. ونص معلقة بيكنج باودر او معلقة ونص صغيرة. حلو الكلام، كلام جميل. قلبنا ده كويس جدا جدا جدا. اللون بتاعه اتغير، زي لازم يتقلب المواد الجافة دي كلها على بعضها، مفيش منكهات. هننزل معانا بنص كوباية سمنة ونص كوباية زيت. عايزة الاتنين يبقوا زيت مفيش مشكلة، بس ما ينفعش يبقى سمنة بس، تمام. معانا كمان نص كوباية عسل. طبعا كده نفس المقدار مشينا عليه مع بعض، مفيش اسهل من كده ولا ابسط من كده. هبتدي اغلف كل المقادير دي بالدقيق بس كده. طبعا مفيش اسهل من كده، ولا هنصعب الامور ولا اي حاجة. وهتطلع معاكي سكرها مظبوط 100%، مش مسكرة خالص. ان في ناس سألتني وقالت لي هي بتبقى مسكرة جدا وانا مش بحبها مسكرة. بصراحة انا اوردراتي كلها بتطلع سكرها مظبوط 100%. ولذلك الناس بتحب السكر المظبوط اللي في الشغل بتاعي. زي ما انتوا شايفين قلبتها دي يا جماعة، مش عجين مش عجين مش عجين مش عجين، قلت هنا كذا مرة. هبتدي ادهن الصاج بتاعي دهنة محترمة من الزيت، ما بخلش شوية يعني. وهبتدي اوزع كده. انت عايزاه تخينة علي علي شوية في الصاج في الخليط اللي احنا هنحطه. انا عن نفسي عملتها رقيقة، بحب اعملها كده كأنك بتاكلي بسكويت، تمام. انا اهو حطيت كل الفراغات في تكات كده صغننه لازم نعملها. اللهم صل على محمد. حطيت كل الفراغات اهو، وتمام التمام. في عندك ممكن تعمليها بالفول، بالبندق. انا هنا عندي شويه بندق وشويه فول. وما تنسوش بقيه السمسم وحبه البركه اللي احنا حطيناهم على جنب. حلو الكلام، كلام جميل. كسرت البندقية والفولاية نص تكسيرة كده، مش هفرمه، نص تكسيرة كده عشان يبان فيها. وهبتدي ارش رشة كده على الصاج اللي انا عملته، تمام. دلوقتي انا ما خليتش اي حاجة باينة عشان يبقى رفيع وخفيف. عايزة اتخن زودي مفيش مشكلة. اهم خطوة بقى ان انا لازم ابسه جامد، يعني اضغط عليه ضغطة جامدة كده علشان خاطر يتضغط كله والخليط كله يمسك في بعضه. زي ما انتوا شايفين كده. مش هتعرفي يبقى الطبق معاكي، والحواف هقولك تعملي فيها ايه. حلو الكلام، كلام جميل. حواف لا اما بايدك كده، لا اما بمعلقه زي ما انت هتشوفي انا هعملها ازاي دلوقتي. في اسهل من كده؟ على ما اظن مفيش اسهل من كده. هندخلها على درجة حرارة 150 130 زي البسكويت بالظبط. هنا هبتدي اقطعها قبل ما تخش تقطعات خفيفة، بس بالراحة عليها علشان ما تفكش مني.
لو فكت حتة صغيرة او شقت مفيش مشكلة يعني. هي هتخش الفرن كل العسل وكل المكونات هتسيح وتمسك في بعضها تاني. هبتدي هنا اقطع بسكينة عريضة شوية لان الرفيعة بتبتدي تشق معايا. هقطع كده على بسيط يمين وشمال، مربعات صغيرة كبيرة على حسب ما انت عايز. ده اختيارك انت، التقطيع ده على حسب ذوقك وعلى حسب اختيارك. هدخلها على درجة حرارة زي ما اتفقت. وهنا الباقي عمل صينية كمان اهو، يعني عملت معايا مقدار كبير جدا، النص كيلو بالظبط عمل معايا بتاع 3/4 كيلو وزيادة. حلو الكلام، يعني كيلو الا 100 جرام. هبتدي اول ما هي سخنة ملمسهاش خالص خالص، اللي هعمله ان انا همشي بالسكينة كمان عليها، وبعد كده اول ما تبرد ابتدي اخرجها. بصوا النعومة والجمال، بصوا مش قادرة تمسك نفسها، بجد حلوة جدا جدا جدا. بصوا روعة بجد بجد، اللي يجربها يقولي عجبته ولا لا. وزي ما قلت لكم ممكن نص المقدار اللي انا عاملاه. تمام، بصراحة خطيرة جدا. هعبي الاوردر بقى بتاعي وبألف هنا وشفا على اصحابه. وما تنسونيش في لايك وتعليق، ولو اللي عمل الوصفة يقول لي عجبته ولا لأ. واشوفكم فيديو جديد. باي باي احلى مشاهدين في الدنيا، واترككم في رعاية الله وامنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.